يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نداء من الحق سبحانه وتعالى إلى جميع الناس: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة أي زلزلة يوم القيامة شيء عظيم لا يستطيع البشر أن يتحمل أهوال يوم القيامة إلا من كان متقي يتقي ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده جاي بيوصف الأهوال وأحوال الناس يوم القيامة. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت. كل واحد هيتبرر للتاني، وكل واحد مش هيبقى له دعوة بالتاني، وكل واحد بيفكر في نفسه بس. وهتلاقي الواحد بيتبرر من ابنه، والأب ملوش دعوة بابنه إلا حامل القرآن طبعا بيشفع لأبيه ويشفع لأمه. وطبعا أهوال يوم القيامة والصراط والحشر والنشر وكل هذه الأهوال يعني ربنا سبحانه وتعالى ينجينا منها، ولكن في دقيقة واحدة أهوال يوم القيامة دايما بنلاقي الناس مش سواسية، وحتى يوم القيامة الناس مش هيبقوا سواسية. بعض الناس هيبقى عنده واسطة كبيرة جدا للأسف الشديد. بعض الناس للأسف الشديد مش هيبقى عنده واسطة خالص. اللي عنده واسطة العمل كان بيعمل خير واعملوا صالحا. فلذلك انت هتيجي مثلا يوم القيامة هتلاقي بعض الناس عرقان والعرق لحد ركبته، وبعض الناس عرقان والعرق لحد صورته، وبعض الناس العرق لحد الجام، وبعض الناس العرق لحد مش قادر يتنفس، وبعض الناس بيستظل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظل الرحمن. فلذلك في هذا المشاهد المرعبة المؤلمة الفظيعة يتمنى الإنسان الكافر أن يخرج من أرض المحشر ولو إلى النار. فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن يوم القيامة قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. السيدة عائشة تعجبت: الرجال مع النساء يا رسول الله؟ قال: الرجال مع النساء يا رسول الله. للمرة الثانية: الرجال والنساء في أرض واحدة حفاة عراة. قال: يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أكبر من ذلك، كل واحد بيبقى مشغول بنفسه. فلذلك هتلاقي السماء انشقت والملائكة هتنزل على الأرض ضعف الإنس والجن. البشر يصابون بالرعب والذعر، ويبدأ البشر يسألون ويتساءلون، بيسأل الملائكة: أفيكم ربنا؟ وربنا فيكم؟ فإذا بالملائكة إنه آت. فلذلك يتحدث المتحدثون ويتكلم المتكلمون ويتضرع المتضرعون إلى أن يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم، أيها الناس انصتوا إلي الآن، أيها الناس لقد أنصت إليكم كثيرا في الدنيا فانصتوا الآن إلي. عندئذ يغضب ربنا تبارك وتعالى غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط. عندئذ ترى النار تسعر، ترى النار تجرجر، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل حضرتك واقف قدام الجنة وقدام النار، ولا أحد يعلم ماذا يفعل به في ذلك الوقت إلا من اتقى ربه سبحانه وتعالى. طيب ما السبيل إلى النجاة؟ طبعا احنا قلنا قبل كده ان اخف اهل النار عذابا راجل هيقف على غمره صغيره برجليه الراس تغلي والعوذ بالله، ده اخف واحد يعذب يوم القيامه. عشان بس بالمناسبه كنت بكلم مع حد عن الحلال والحرام وقال لي: يا مولانا هسالك سؤال اتفضل. قال لي: هو انا لما اجي اتعذب في القبر الناس هتشوفني ولا انا هتعذب والناس مش هتشوفني؟ قلت: طبعا الناس مش هتشوفك. قال لي: ساعه الموت بقى يعدلها ربنا. طبعا الناس مش هتشوفني، يبقى ساعه الموت يعدلها ربنا. يعني راجل خداني في بصراحه في عجب وعجاب. تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي ذهب اليه وقال: يا رسول الله انني ادعو ربي قائلا: اللهم عجل لي عذاب الاخره في الدنيا. يعني انا باللهجه بتاعتنا انا بدعي اقول: يا رب لو هتعذبني يوم القيامه عذبني في الدنيا، العذاب اللي كنت هتعذبوني يوم القيامه عذبوني في الدنيا عشان اجي يوم القيامه نظيف. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت كده تمام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اثناش على هذا القول. ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه قال: يا هذا يا اخي لا تكن هذه الكلمات، فلا انت ولا غيرك يستطيع ان يتحمل عذاب الله لا في الدنيا ولا في الاخره.
ولكن قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد في هذا أن عذاب ربك شديد. طب ما السبيل إلى النجاة؟ أن يأتي الإنسان يوم القيامة ليس واكلا لمال أحد، وليس ظالما لأحد، ولم يأخذ مال أحد، يجي نظيف. ده رب غفور رحيم، بس غفور رحيم في حقه هو بس. ربنا سبحانه وتعالى ما بيسامحش في حق غيره أبدا. ربنا سبحانه وتعالى بيسامح في حق نفسه. فأنت لما تيجي عندك ذنب في حق ربنا يا سيدي ربنا غفور رحيم، إنما لما تيجي ليه العباد لهم عليك حق، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيب حق العباد إلا لما ياخدوا حقهم منك، ودي من عدل ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك بعض الناس هيجي يوم القيامة بحسنات كالجبال، هتلاقي الحسنات بتنقص، شتم، خد مال، اغتاب، دخل في النميمة، دخل في كذا ودخل في كذا ودخل في كذا. يا سيدي اعطي لكل ذي حق حقه في الدنيا. لا نتكلم على الدنيا. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا لا تساوي شيء. الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما كانش شرب منها كافر شربة ماء. فالدنيا لا تدوم لأحد، ونعيم الدنيا نعيم فاني. فإذا كان نعيم الدنيا نعيم فاني فعلينا بأن نتجه إلى النعيم الباقي، وهي الحياة البرزخية. الجنة لا، الإنسان لا يموت ولا يمرض ولا يكون به أي مكروه. في الجنة بتلاقي الإنسان كده، يعني يأتي شاب، لو حتى لو مات عجوز بيأتي شاب له كل ما لذ وطاب. ولكن في حرمان بيبقى عند بعض الناس اللي في جنة الفردوس يقدر يزور كل اللي تحتيه، إنما مثلا اللي في جنة النعيم ما يقدرش يطلع اللي في جنة الفردوس. خلي بال حضرتك من النقطة الجميلة دي. يعني أنت لما تكون في جنة عالية تقدر تزور كل اللي تحتيك، إنما أنت لو في جنة تحت ما تقدرش تطلع للي فوقيك. فالجنة دي حرمان كبير جدا. فدايما أنت يعني تزود عشان خاطر تيجي يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم أن تدني الشمس من فوق الرؤوس، تخش جنة عالية. إذا سألتم الله فسألوا الله الفردوس، عشان تقدر تزور كل حبايبك. ما تستناش حبيبك يزورك، لا ده أنت تروح تزوره. ما تبقاش قاعد محروم نفسك في فلان تشوفه وهو يشوفك وهو اللي لازم يجي لك. ما ينفعش أنت تطلع له، لا تزود من الزاد فإن السفر طويل. وأعطي لكل ذي حق حقه، ادي لكل واحد حقه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فاكر نفسك هتعمل اللي هتعمله في الدنيا ومش هترجع لربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى يرى ويسمع ويحاسب. فلذلك خلي في اعتقادك إذا كان أمامك إنسان ضعيف تذكر أن له رب قوي. إذا كان أمامك أي إنسان ضعيف اوعى تعامله إنه هو ضعيف لأحسن ده لرب. اوعى تنام بالليل وغيرك صاحي عشان يدعي عليك. اوعى تقعد مرتاح وغيرك قلقان وحزين ومهموم بسببك. اوعى تاكل من حد فيرفع ايده فيقول يا رب، وربنا يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اوعى تيجي على حد، اوعى تاكل من حد. ادي لاختك حقها في الميراث يا سيدي، ادي لاخوك حقه في الميراث يا سيدي. ده قيل ان شاب وقف لما واحد مات وانا ابو راح كاتب دين مؤجل الى يوم القيامه 250,000. لما الناس سالوا الشاب دي بتكتب كده ليه؟ قال ما انا ليا عنده دين 250,000 بذكره ان انا مش مسامح. ما تفكرش ان الانسان اللي انت جيت عليه وحرقت قلبه واعصابه اتحرقت بسببك ممكن ما يسامحكش. ممكن يكون اقرب الناس اليك وما يسامحكش، ولو ما سامحكش هتيجي يوم القيامه هياخد حقه منك يوم القيامه. فلذلك رجل ابو مات والاخ الكبير كان قوي شويه وكان عارف بقى في القانون وعارف في كل الامور، وليه اخ حول الله رجل جميل مزارع، نسال الله ان يحفظنا بحفظه وان يبارك في الفلاح وفي المزارع، فهما الثمره الجميله والزهره الجميله بتاع المجتمع.
فطبعا كان ليه اخ بسيط على قد حاله، فلما ابوه مات فراح واخد الختم بتاع ابوه باللهجه المصريه بتاعتنا وراح كاتب كل حاجه لنفسه. اخوه جاي: اخويا انا ليا حق في الارض وليا حق في البيت. قال له مالكش حق خالص. بدا ان هو عايز يشتكي وعايز باختصار ما قدرش ياخد حقه من اخوه خالص. بقى يحاول الله الراجل الصغير او اخوه الصغير شغال عند الناس بالاجره، ودي مش عيب، وشغاله هنا وهنا وهنا، وهو بيتنعم وبيتمغدد بالمال، بيتنعم بالمال وناس اخوه خالص. جاء لما اخوه الصغير حس ان هو هيموت راح كاتب ورقه ومطبقه، قال له يا ابني خد الورقه ديت، لو عمك مات قبلي انا هقولها، ولو انا مت قبل عمك لما عمك يموت قول لي الورقه دي. بعد شويه يروح له يقول له مفيش، عايز حقي مفيش، عايز مال مفيش، عايز كذا مفيش. بعد شويه الصغير مات. بعد كام سنه الكبير التاني راح مات. فلما مات جاي له الولد بيطلع الورقه يقرأوها وهم واقفين: انا رايح وهيك ما تجيش، ولو تقدر تعالى هناك وقول مفيش. الاتنين ماتوا والاتنين بقى تحت التراب. يا اخي ده حتى التراب وضع على جثمان رسول الله، مش هتحط على جسمك انت. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مات، انت مش هتموت. ده سيدنا النبي اتدفن تحت التراب، انت مش هتدفن تحت التراب. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمه المهداه وهو الذي كان قرآنا يمشي على الارض. ماذا يا سيدنا النبي؟ ماذا من غير عبد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده لما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الابرار الكرام دفنوا حته من قلبهم وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة فاطمة ندت على سيدنا أنس بن مالك: يا أنس حرق قلبكم أن تحفروا حفرة لرسول الله، قلبكم وطوعكم إن كنتم تلحطوا قبر سيدنا النبي. يا أنس هل طابت أنفسكم أن تضعوا التراب على جثمان رسول الله؟ سيدنا أنس بكى وقال: والله ما طابت، والله ما طابت، ولكن هذه هي الحياة، من عاش مات، اعطي لكل ذي حق حق. اوعى تموت وحد يدل على الحق، اوعى حد يقول عند الله تجتمع الخصوم عليه، اوعى تيجي على حد. سامح الناس عشان ربنا يسامحك، قرب من الناس علشان ربنا يرضى عنك، بر ابوك وامك علشان ربنا يرضى عنك، اتق الله في اولادك واتق الله في زوجك في زوجتك، وانت اتق الله في زوجك واتق الله في اهلك واتق الله في اللي حواليك. لابد للإنسان أن يعطي لكل ذي حق حق. عيش والله هتعيش مرتاح. لو اديت لكل ذي حق حقه والله هتعيش مرتاح. وتذكر دائما: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله أكبر وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عذاب ربنا شديد. من أهوال يوم القيامة هتلاقي الناس، بعض الناس عامل زي السكران. فلذلك يعرف يا سيدي إن في ليلتين لم تشهد البشرية مثليهما. في ليلتين هيجوا على كل واحد فينا، أصعب ليلتين هيجوا على الإنسان. أول ليلة في القبر. يبقى من أصعب ليلتين هيجوا على الإنسان أول ليلة هي أول ليلة لك في قبرك. أول ما تموت هتنزل القبر، أول ليلة هتعدى عليك هي أصعب ليلة هتعدى عليك أصلا في حياتك، عشان كل إنسان يكون فاهم هذه المسألة جيدا. تخيل بقى كده حضرتك إن كل واحد فينا لو مات إن كان صالح أو إن كان طالح القبر هيضم، بس ضمة عن ضمة بتفرق. زي مولانا الإنسان يوضع في قبره، خلاص
محدش هينزل مع الإنسان قبره، احنا كلنا عارفين ذلك. محدش هينزل مع الإنسان القبر. لما الولد هيعيط على أبوه هيعيط وهيروح. الزوجة هتعيط على زوجها هتعيط وهي في بيتها. محدش هينزل مع الإنسان القبر. طب الإنسان نزل قبره، جاءوا بك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك، ينادي ربنا عليه يا ابن آدم، جاءوا بك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولن ينفعك اليوم إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هيحاسب في قبره، ونعمل بعد كده إن شاء الله وهنتحدث بإذن الله بعد كده عن القبر بالتفصيل. تخيل كده الإنسان ينزل القبر، بعض الناس هنلاقي أول ما الناس يمشي من حواليه الملكين بيسألوه كده زي واحد نايم أو قاعد في بيته وحد يخش عليه فجأة بيقوم مفزوع، وواحد تاني هيخبط عليه، هيجي داخلين من على اليمين هيلاقوا حارس مثلا الصلاة، بالله عليكما لا تدخلان عليه دخلة تفزعه، بالراحة عليه، ده كان صالح، ده كان بيصلي وانا الحارس بتاعه خشي بس خشي برفق ولين عليه، ده طالع من سكرات الموت وطالع من الدنيا ومن قرف الدنيا. سيبوا اليمين، هيجوا عن اليسار هيلاقوا مثلا القرآن حارس، بالله عليكما لا تدخلان عليه دخلة تفزعه، بالراحة وانتوا داخلين. الله أكبر. هيخشوا مثلا من فوق الصيام واقف حارس، ده كان يمنع الشراب والطعام من أجل الله، بالله عليكما لا تدخلان عليه دخلة تفزعه، بالراحة وانتوا داخلين عليه. هيجوا بقى من عند القدم هيلاقوا حارس آخر، وليكن الصدقات، كان يتصدق كثيرا وكان ينفق الأموال من أجل الله، بالله عليكما لا تدخلان عليه دخلة تفزعه، بالراحة وانتوا داخلين، بالراحة على ذاك الرجل صالح أو كانت امرأة صالحة رفقا، بالله عليكما لا تدخلان عليه دخلة تفزعه. كان راجل بيتصدق، كان رجلا صالحا، كان رجلا طيبا، كان رجلا كذا وكذا وكذا رفقا به. بتلاقي الملكين هيخشوا على الإنسان برفق ولي، يخشوا يعدلوه ويسألوه من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. ما النبي الذي بعث فيك؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. نام مرتاح، قبره روضة من رياض الجنة. الله أكبر. هيفضل بقى ينعم وهيزور حبايبه، وهنعمل بعد كده بإذن الله عن زيارة الموتى لبعضهم، وهيزور حبايبه وهيزور أهله وهيزور جيرانه، وهيبقى شايف اللي قدامه مين. لو واحد جاي يزوره هيبقى شايفه مين. فلذلك الميت بيحس باللي بيزوره. ايوه نعم. سيدنا سعيد بن المسيب لما كان بيزور امه كتير، فجاء فتره امتنع عن امه، فامه جت قعدت بيته، وانت بتيجي تفرحنا ما بتجيلناش ليه؟ طب ان كان غير صالح، والقبر بعد كده باذن الله نتحدث باذن الله عن الحياه البرزخيه بعد ذلك، من اول الانسان ما يجي يموت لحد يوم القيامه ان شاء الله. دعواتكم بس كده ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا، ويسعدني جدا ان حضراتكم تتابعونا عشان نستفيد مع بعض. طيب لو الانسان بقى كان غير صالح، اول الملكان ما بيجوا انزل عليه، فهو نايم في قبره فيقوم مفزوعا. مين؟ قم. من ربك؟ ها لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري. لا دريت ولا تريت. يضرب على رأسه بآلة حديدية. قال بعض أهل العلم آلة حديدية لو اجتمع الثقلان على أن يحركوها ما استطاعوا. الله أكبر. مش هيقدروا يحركوها خالص. هيضرب على رأسه وهيفضل يعذب، وكفاية إنه هيتعرض على النار.
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. مش ربنا كده عن آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اللي بيتعذب في قبره الله أعلم بيتعرض على النار ولا قبره أصلا بيبقى مولع ولا دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ما نقدرش نجتهد فيها أكتر من اللازم، إنما إحنا بنجتهد بالمقدار اللي مسموح لنا به بالاجتهاد، ولكن هيظل يعذب إلى يوم القيامة. تاني ليلة هتمر على الإنسان اللي هي ليلة صعبة، الليلة التي يليها التي صبيحتها القيامة. يبقى أكتر ليلتين هيبقوا شداد وهيبقوا فيهم فزع وفيهم هلع وفيهم خوف وفيهم ذعر وفيهم أول ليلة تعدى للإنسان في قبره، والليلة التي يليها القيامة. السبيل إلى النجاة أن تعطي لكل ذي حق حقه. الدنيا ما تساويش إن إحنا نتكلم عليها، الدنيا ما تساويش إن إحنا نحارب بعض عشانها، الدنيا ما تساويش إن إحنا نفضل نحارب في بعض ونقهر في بعض ونعمل في بعض ونسوي في بعض. عشان إيه؟ نعيم الدنيا نعيم فاني، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا باقيا، ولكن تفنى الدنيا ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خراب وأفنى الموت أهليها. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. صدق الإمام علي في هذه الأبيات الجميلة، وصدق من قال: يا نفس توبي واعملي بالله حسنا عسى يجازيك الله يوم البعث والكفنا. خلعوني قديم كنت ألبسه لبسوني جديد اسمه الكفنا. حملوني على 4 أركل من خشب وصلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها. آخر صلاتي من الدنيا يا حزني وأهلي يبكوا علي بكاء ليس ينفعني. ولو كان لي من الدنيا منطق لقلت لهم اتركوا البكاء فإن البكاء في الجوف يخنقني. هتعصي ربك علشان إيه؟ علشان المال زائل، علشان أولادك. الأولاد مش هينفعوك يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم يا الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الإجابة إيه؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
ربنا خبير باللي انت بتعمله، ربنا خبير باللي انت بتصنعه، ربنا شايفك، ربنا يطلع على قولك، ربنا مطلع على أعمالك. فأعطي لكل ذي حق حقه، وإلا أتيت يوم القيامة من الأشقياء، عندئذ تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا من الذين ابيضت وجوههم يا رب العالمين. كان معكم الداعية أحمد الزعفاني، والسلام عليكم ورحمة الله.